من حوالي 150 أو 200 سنة people used to go to work to put food on the table. هو الهدف كله إن يبقى فيه أكل آخر اليوم للأسرة. It's a survival mode. حلو. فلو صاحب العمل ده ضربني وشتمني وهزقني أنا هاجي تاني يوم. ده الثورة الصناعية. أنا بتهيألي الثورة الصناعية أثرها لحد دلوقتي لسه ستيل موجود، ما اللي احنا بنحاول نتخلص أنا من. بقولك، ما هو بعد كده يعني الكلام ده كان 200 سنة. مم. بعد كده قولي مثلا من 70-80 سنة دخلنا في شوية في information age. وinformation age ده خلى الناس تبدأ تبص على والله أنا عندي بيت عايز أجيب بيت أكبر، ما عنديش عربية عايز أجيب عربية، عايز ولادي يلبسوا أحسن، يروحوا مدارس أحسن، يمكن يتعلموا في جامعات بره. وده الجيل بتاع آبائنا يعني. فكان عندهم فرصة يتحركوا من عمل للتاني، بس ما كانتش الفرصة زي النهاردة. دلوقتي إحنا في digital age زي ما حضرتك تفضلتي. أنا ممكن أشتغل من البيت، ممكن أشتغل ريموت، ممكن أشتغل بفورين كارنسي. فأنت ما تفرضش عليا أي شروط، لأنه أنا بس هتعب على نفسي 2-3 و I will have skills no one have. وهتبقى very easy for me to pick and choose. ويختار المكان اللي يشتغل فيه، والمكان اللي يرتاح يشتغل فيه، مع التيم اللي يرتاح يشتغل معاه. ولو جيت شفتي organizations كبيرة زي اوراكل او مايكروسوفت، هتلاقي ان مفيش حد مرتبط ب certain boss او certain project. As long as your مم. skills allows you to, you can move between teams, you can move between countries.